السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ صباح القبول والصلاة على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد. بما انه فيش اي حاجة تتغمس، عجبت نص كيلو عدس ب25 شيكل مجروش، ونص كيلو عدس حب ب35 شيكل، وابعت حمصتهم عند الرجال، وبدي احمص نص كيلو طحين وابعتهم نعمل دقة ان شاء الله باذن الله تعالى. بدي احط نص كيلو طحين بدي احمصه. تعال نحمص الطحين. عمر جاهز النار. صباح الخير يا عمر، يعطيك العافية. الحطب اليوم ب8 شيكل الكيلو. العدس نوعين، بحمصه بالاول. اذا بدكم تعملوه في البيت بتحمصي بالاول العدس المجروش، بكون لونه غامق شويه. اما العدس تبع المجدره بحمصوه لحال لانه بياخد وقت، وبكون لونه اغمق بدرجتين من العدس المجروش، يعني بكون محمص كويس. ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ احكي كيف حالكم للمتابعين. كيف حالك؟ لازم نعبي ميه، كل طفران اصلا ميه، يعني كله نكد وقتال تعبايه. بدي احمص الطحين، اضل اقلب فيه لحد ما لونه يصير على شجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجرنا واجركم من النار. الحمد لله رب العالمين على نعمة الحياة. الحمد لله رب العالمين ان احنا بنقدر في الوقت هذا وفي الظروف الصعبة نوفر اكل لاولادنا. الحمد لله رب العالمين. دائما احمد ربنا على الحلوة والمرة. الحمد لله. الحمد لله. الطحين هذا بعثت لي اياه بنت اخوه لابو ادهم. كيلو الطحين ب80 شيكل، يعني هذا يعتبر 40 شيكل لو بدي اشتري. بياخد وقت تحميص، لازم يكون لونها محمر كتير. هنخلي الطحين انا وياكم سوا. الطحين طبعا مش هنحطه مع العدس مع اغراض الدقه. ليش؟ لانه احنا هنخله عشان هو ناعم. تمام. عبودي شو حاسه؟ هوا فرجيهم شو حاسه. اذا توفر الطحين بتوفرش الاكل، اذا توفر الطحين بتوفرش حاجه تحشيها. حبيبي يلا بعمل لك ايش؟ احذر دقة. امسك يلا خش جوا. حشي هوا. حبيت. عبود لذيذ. حمصنا، بدأ اللون يتغير. حط كمون حب. هات يا لموش جرادة، دي عين الجرادة ناشفة. بدنا نجيب كمان كزبرة حب عند الرجال حنحطها، وسماق حب حنحمصهم مع بعضاتهم. يلا بالمعلقة. حطيت هنا كمون، وحطيت جرادة اللي هي عين الجرادة ناشفة. جرادة احنا بنحكي عليها جرادة، انتوا بتحكوا عليها شبت، ممكن يكون برا شطة. هقلبهم مع بعض، وهيحط الرجال من عنده كزبرة ناشفة كمان لانه ما لقاش ادهم كزبرة. وهيجيب سماق حب كمان، هيحط سماق حب وهيحط كزبرة حب ان شاء الله باذن الله تعالى. من كل نوع جبت ب5 شيكل. وفي حمض الليمون، حمض الليمون هذا ب20 شيكل. يعني سمسم مهم جدا. انا جبت على قد يعني مقدرتين، جبته ب10 شيكل. لما يتحمص هيك كمان بيعطي نكهه اعلى، وبتبين هيك البهارات لما تتحمص. حطيت الغراض وحطيت زهره الريحان اللي بتكون في الشجره طبعا تحت الريحان. هاتها قطعتها من فوق وحمصتها، حطيت عينها شويه حسيبه يبرد عشان ننخل الطحين. باقي الا ملح جهزت له اياه، معلقه حمض الليمون كبيره. طبعا السمسم هذا احطه انا هنا، بدي اجيب سماق مطحون كمان. بدي ادير الطحين يبرد قبل ما انخله، لانه هيسيح المنخل لازم يبرد. هو لون الدقه بالضبط صار الطحين فعلا. طبعا الطحين مش هبعته على الرجال يطحنه، بخليه هنا واخربطه بالدقه. طبعا العدس حمصناه، نص كيلو عدس حب اللي هو عدس المجدره، ونص كيلو العدس المجروش اللي هو العدس الاصفر. وهيدا يهباب مطرح التحميص. حمصنا البهارات وضاي الكزبره وسماق. هنجيب 5 شيكل كزبره و5 شيكل سماق. نخلته هذا كله راح نحطه مع العدس هان عشان ينطحن ويتنعم. هذا اللي هو زي النخاله. خلاص بدي ادير عليها البهارات، بس لازم نحط كزبره ونحط عليها سماق. حكيت لادهم صورها وهي بتنطحن، حكى لي ادهم حاضر اصورها الله يرضى عنه، الله يجبر خاطره. صلى على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ريحتها بتجنن. نديرها نضيف عليها الطحين ونخربطهم كلهم في بعض. ادهم كزبره ناشفه وسماق. وطحنها قديش؟ طحن اخذ منك انه 11 شيكل. 11. خلاص هيك تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. كلفتني تقريبا 180 190 شيكل كامله، باكج كامل كل اللي نحط عليها مع طحنها.
الحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد. تبارك الرحمن، طلعت 2 كيلو وشوية ما شاء الله، طعمها بجنن. برضو أنا بحب عليها السماق، لما أجي بدي بحطها بباكيتات وأشيلها وأحط على قد الأكل. لما أجي أستخدمها بحب لها السماق، وبحط لها سمسم محمص. إحنا مفترض هو أكتر من هيك، بس هي الموجودة. هذه حبة السمسم ب20 شيكل، حبة السماق هذه اللي أنا حطيتها ب10 شيكل. هقلبهم كلهم مع بعض ونحطها بباكيتات إن شاء الله. بدي أحط في كل ظرف على قد استهلاكي، أحط 3 كبشات في كل ظرف. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلعوا معانا 5 باكيتات، وهديت منها لسلفتي، حطيت هنا عشان أفرجيكم إياها. ما شاء الله تبارك الرحمن. وحطيت هنا بدل زيت الزيتون حطيت زيت القلي. طبعا لو انه عاد زيت زيتون متوفر وزيتون واشياء، الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللي قدرنا ندبر دقة للأكل. حطينا شوية زيت قلي. زيت القلي هذا بكم يا عمر؟ جبناها 8 شيكل، هذه تقريبا معلقة. حبيت أزيبها عشان إيش عبود هيك ياكل مع الدقة. والله يا عمر بتجنن. انا في حياتي كلها ما حبيت الدقه، صرت احبها. الحمد لله رب بتعملي العالمين. انت يا مرتي مميز. الحمد لله، الله يسعدك، الله يحفظك، الله يجبر خاطرك ان شاء الله. دائما يضلكم بهجه في بيوتكم ويعطيكم الصحه وطولة العمر. قولوا دائما الحمد لله على نعمه الحياه، الحمد لله ان انتم قادرين توفروا اكل، الحمد لله على ابسط الاشياء. لازم دائما نحمد رب العباد. الحمد لله رب العالمين. الناس كثير هذه رمز اكل الدقه، رمز للفقر يعني. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وصرنا نعملها من العدس، صرنا نعملها من الطحين. لقيت صارت اللي عنده دقه عنده رفاهيه مش طبيعيه. كنز. ان شاء الله دائما تعجبكم وصفاتي، وبكون عند حسن ظنكم. بحكي لكم مع الف سلامه، ودمتم في رضا الرحمن يا غاليين.